السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم لكم قصة بعنوان صوم رمضان، وذلك بمناسبة رمضان المبارك، ونفتتح بالدعاء: اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. ما الذي تفعله يا معاذ؟ هل نسيت أننا في شهر رمضان؟ لا، ولكنني جائع ولا أقوى على الصيام، ثم إننا وحدنا بالفصل ولا أحد يرانا هنا. خذ هيا كل ولا تتردد. ماذا؟ تريدني أن أفطر مثلك؟ لا. لا تخشى شيئا، فإن أحدا لن يرانا، ثم إنني لن أخبر أحدا. هيا لا تتردد، إنه شهي جدا. ما الذي تفعله يا حمزة؟ هل أنت تأكل؟ أنسيت أننا في شهر رمضان؟ لا لم. لقد كنت. لا تنسى أن الله يرانا ويراقبنا ويعلم كل ما نقوله ونفعله. ماذا تقصدين يا أمي؟ الصيام شيء بين العبد وربه، فأنت حينما تصلي يراك الناس ويعلمون أنك تصلي، وكذلك في الحج. أما الصيام فإن الله وحده هو الذي يعلمه ويطلع عليه وهو يجزي به. صدقت يا أمي، لقد أخطأت حينما سمعت كلام معاذ، إنه ليس صديقا، فالصديق لا يضر صديقه. الله تعالى يقبل التوبة ويغفر الذنوب، ولكن عليك ألا تعود لذلك مرة أخرى. كما ينبغي أن تحذر رفاق السوء الذين يجرونك إلى المعصية ويزينون لك الشر. أعدك يا أمي ألا أفعل ذلك مرة ثانية. بارك الله فيك يا حمزة. اللهم اغفر لي، فإني تبت إليك مما فعلت ولن أعود إلى ذلك أبدا.